الطابور الخامس. مصطلح سياسي اجتماعي نشأ أثناء الحرب الأهلية الإسبانية عام 1939. أول من أطلقه هو الجنرال إيميليو مولا، أحد قادة القوات الوطنية الزاحفة على مدريد، والتي كانت تتكون من 4 طوابير، فقال حينها إن هناك طابور خامس يعمل مع المواطنين. بعدها ترسخ هذا المعنى في الاعتماد على الجواسيس في الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي. الفكرة دي تنامت وكبرت وبقت تستخدم في القوات الخاصة الأمريكية في الDIA اللي هو مخابرات الدفاع، إنها عملت مجموعات من القوات الخاصة تتعلم لغة المناطق التي تعمل. يعني مثلا المجموعة ال5 بتعمل في الشرق الأوسط، المجموعة الأولى بتعمل في أوروبا، المجموعة ال7 بتعمل في جنوب شرق آسيا. كل دول بيتعلموا العادات والتقاليد، اللغة، حتى الفيتشرز بتاعتهم بيختاروهم ممن هم أقرب إلى معالم هذه المنطقة ويدفعوهم في المنطقة يعوسوا فيها خرابا وفسادا ويتقربوا إلى الناس ويشتغلوا معاهم، وهم لهم قواعد بيجتمعوا فيها ولهم قواعد ينطلقوا منها، وخاصة إذا كانت الدول دي فيها أعمال حربية زي الوضع في سوريا. لازم تكون هناك مجموعة من أو عناصر من المجموعة ال5 قوات خاصة في سوريا. في هذا كان في مصر أثناء ثورة 25 يناير المجموعة ال5 قوات خاصة كانت موجودة في مصر. في الماضي كان مصطلح الطابور الخامس يطلق على المؤيدين أو المتعاطفين مع العدو، والذين يقومون بأدوار محددة وفق خطة موضوعة مسبقا. وفي ضوء ذلك وأثناء الحرب العالمية الثانية كانت النظرة الأمريكية للمواطنين الأمريكيين من أصل ياباني على أنهم جواسيس. لذا فقد أصدر الرئيس فرانكلين روزفلت القرار التنفيذي الذي يقضي بترحيل كل ياباني أو مواطن أمريكي من أصل ياباني إلى مخيمات التهجير في أركنساس وأريزونا. هجر أكثر من 110,000 مدني من ذوي العرق الياباني. وقد صدقت المحكمة الدستورية الأمريكية على هذا القرار عام 1944 مبررة ذلك بأنه لصالح الضرورات الوطنية العاجلة. بعدها بسنوات قدم الرئيس رونالد ريغان اعتذارا رسميا عن ذلك. في مصر ومع بداية الألفية كانت الخطط قد وقعت لإعادة تقسيم المنطقة العربية كلها ومصر على رأسها بهدف تفتيت الدول العربية الكبرى وإضعافها وتقسيمها إلى دويلات على أساس عرقي وديني. لم تستخدم في تنفيذ هذه المخططات الآلة العسكرية كما حدث في العراق وأفغانستان، وإنما كانت هناك آلية جديدة، هم أبناء هذه البلاد ومواطنوها. بدأت المنظمات الدولية الأهلية التي ظاهرها دعم الديمقراطيات وتدريب الشباب على إجراء تغيير في بلادهم بأشكال ناعمة ومبتكرة، بدأت في تقديم المنح وبرامج التدريب. المنظمة يعني ستار زي الولايات المتحدة، من أهم مبادئها، من أهم مبادئ الدستور نشر الحرية والديمقراطية. إذا كان الأمريكان على أراضيهم أصلا مش أحرار، ويرجع إلى قاضي التحقيقات في قضية وول ستريت، ويرجع إلى أحكام الطوارئ التي فرضت منذ ضرب مركز التجارة العالمي، ويرجع إلى أشياء كثيرة في الولايات المتحدة. التصنت والتنصت على المكالمات اللي قاضي التحقيق قال إيه؟ ليجل، قانوني، وسيسه ومشاه. إذا لا نعول على الولايات المتحدة تستخدم هذه الأسماء البراقة، فريدم هاوس، بيت الحرية، لكي تنشر من خلاله مناديب ومراكز فرعية وأفكار يدرب عليها الناس. عايز تقرأ قيمة فريدم هاوس وأمثاله، اقرأ كتاب من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، تأليف جين شارب، توزيع مؤسسة ألبرت أينشتاين. هذا الكتاب يقول لك اللا عنف، مش الأعمال المدنية العسكرية، تحويل الدولة. تقرأ كل اللي حصل في مصر منذ إرهاصات ما قبل 25 يناير حتى اليوم
في هذا الكتاب ممنهجا. فالموضوع مش، وعلى خلفيته الاشتراكيين الثوريين دول أداة، لأن أهدافهم تتفق مع الرؤية الأمريكية بتحويل البلد إلى فوضى، الأناركي، الفوضى. فإذا الرؤى كلها بتتفق في غلاف براق حرية، الديمقراطية، فريدم هاوس، مش عارف ايه، والسم من جواه باشخاص يدربوا على اعمال معينه وافكار معينه. حتى اللقاءات التلفزيونيه بتاعتهم مبرمجه على فكره معينه. تيجي تكلم الولد في شيء تلاقيه عمال بيكرر عباره واحده بس. منظمة فريدم هاوس على صلة وثيقة بالCIA، يرأسها بيتر أكرمان اليهودي، وبعضوية كل من أنتون ليك وهو مستشار الأمن القومي للرئيس كلينتون، ويضم أيضا ويندل ويلكي مستشار الأمن القومي لريغان. هذه المنظمة تقف وراء التخطيط والتدبير لما عرف بالثورة البرتقالية في أوكرانيا والثورة الوردية في جورجيا، وكان لها فضل كبير فيما يسمى بالربيع العربي المزعوم عبر التدريب المبكر لكثير من الحركات والجماعات. لن ننسى أن تمويلها يأتي من جورج سوروس، وهو ملياردير يهودي وعضو منظمة تنمية إسرائيل. ثم تأتي هيئة الوقف القومي الديمقراطي، وهي مؤسسة حكومية في المرتبة الثانية لتمويل منظمة فريدم هاوس. في مصر قامت هذه المنظمة بتدريب العديد من الشباب تحت غطاء مشروع جيل جديد، وهو في حقيقته وفي مسماه الكامل يكمن السر وراءه، وهو جيل جديد من النشطاء لا يعادي أمريكا وإسرائيل. وقامت أكاديمية التغيير في لندن بفتح فرع لها في قطر عام 2009. محاضرات هذه الأكاديمية كانت تذاع يوميا على قناة الجزيرة وتستهدف شباب الإخوان. التمويل كان بيجي لحركة 6 أبريل عن طريق لعبة تحايلية اتعملت لأخذ التمويل، عن طريق شخص هو يعتبر الرجل الخفي في حركة 6 أبريل، وهو المدعو أحمد صلاح، وهو كان أحد القيادات في هذه الحركة. أحمد صلاح هو وأحمد ماهر، اللي هو أحمد ماهر المهندس أحمد ماهر، عملوا دار اسمه دار المستقبل الجديد للاستشارات القانونية والحقوقية. وفي مستند بيثبت في البند السادس ان كان المهندس احمد ماهر هو المدير المالي والاداري لهذا المركز. كنا نتعجب كيف ان يكون شخص بيعمل في مجال الهندسه ويتولى مدير مالي في مركز استشارات قانونيه وحقوقيه. والاهم من ده ان في مستند بيثبت تمويل هذا المركز من مؤسسه الفريدم هاوس. مؤسسة الفريدم هاوس هي المؤسسة الأولى التي قامت بتمويل حركة 6 أبريل من خلال الشخص الخفي في هذا الكيان اللي هو أحمد صلاح. حركة 6 أبريل منذ بدايتها حملت مواقف ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. بدأت تناصب العداء والهجوم على الشرطة لتحقيق هدف استراتيجي، وهو كسر السلطة التنفيذية للدولة المصرية. ثم تحولت للهجوم على القضاء والإعلام لتحقيق هدف استراتيجي آخر، وهو كسر هاتين المؤسستين وتشويههما وإثارة الرأي العام ضدهما بحجة أن العاملين فيهم من الفلول. Ahmed Salah from Egypt. It's of course a great honor to be here in the presence of Mr. President and Madam Secretary. I believe that we owe you a lot because you helped us start our movement back in 2004-2005, but also there is something that I have to say. It was very hard for us when you let us down at that time. Most of us went to jail. I went to jail and I got almost killed inside, and I really believed I will never come out alive, and I was prepared for my death. And we were hoping that there would be some change, that things would improve, and we've been waiting for this. And this didn't happen until the end of the term of President Bush. And I really, all this time, was just had this question, why? And I really want just to hear an answer now. If you could just tell us, why did you let us down after already things were starting to move, after we had so great hopes, and we were on the path that could have liberated Egypt and probably many other countries in the Arab world, even back, in the year 2005, 2006.
Thank you very much. Thank you. Well, let me say that if we let you down, it was not for a lack of trying to hold you up. The United States is not able always immediately to push events in the direction that we would want them to go. In a place like Iraq, where we overthrew a brutal dictator who was a threat to peace and international security, we had direct means to insist upon and to structure and help the Iraqi people get directly to democracy. In places where there are still regimes in power, as in Egypt, where we dealt with the Mubarak regime on matters like trying to create a democratic Palestinian state, or trying to keep Hamas at bay, or trying to deal with the Iranian nuclear program, we didn't have those direct means. And so we tried, first and foremost, to speak for our values and continue to speak for our values throughout that entire period. We tried to give the Egyptian people the tools that they needed to speak for their own freedom. I was talking earlier to my good friend Lauren Craner, who's a warrior in this area, and one of the things that we did, for instance, was to give 50% of all American assistance for democracy promotion to groups that were not registered by the Egyptian government. That was right in the face, frankly, of the Egyptian government. And I don't want to embarrass my former boss, President Bush, but there's a reason that Hosni Mubarak never came back to the United States after 2004. Imagine that. The American president cannot get the Egyptian president to come to the United States. There's a reason. And it didn't have to do with the Israeli-Palestinian conflict. It had to do with how we were dealing with the Egyptian revolution. And so we used the tools that we had. Just to give you one example of how much this is a double-edged sword, though, one of the things that we did was we took the free trade agreement with Egypt off the table in response to the crackdown on democratic forces in Egypt. It was one of the few tools we had, and it was probably the right thing to do. But did we disempower some of the forces that might have been forces for change through economic change by doing that? And so whenever you use these tools, there's a downside to using the leverage that you have, in that you can sometimes empower the wrong forces. And I think I questioned myself every day, and I know President Bush did, about, and I see Elliot there, Elliot Abrams, who was a part of this, are we doing enough? Is there more we can do? And frankly, in 2006, we were trying to sustain Lebanon. We were trying to sustain more democratic forces in Palestine. We were trying to sustain more democratic forces in places like Egypt and we were trying to give the Iraqis a chance. And so if in doing all of that we didn't succeed completely, I hope that we at least laid the foundation for people like you, who are the brave and patient patriots, to build on, so that today we are indeed seeing the realization of some of those goals. ثم جاء الدور على القلعة الأخيرة والحصن الحصين لمصر الدولة والشعب، فكان الهجوم والاستهزاء والاعتراض على كل من يحمل الزي العسكري. وبدأت حملة عسكر كاذبون أكاديمية التغيير. بالبحث عبر محرك البحث الدولي جوجل عن هذا المسمى سنجد الآتي: سنجد إعلان لكتاب حرب الصدور العارية، ونجد عددا من المقالات والدراسات، وسنجد إعلانا عن دروس ودورات مجانية عن تكتيكات اللا عنف والحرب السلمية، ودبلومات لقاء بضع دولارات لإعداد مدرسين في هذا المجال. كل ذلك في قطر. نعم، في قطر. فيما تلعب الشركات متعدية الجنسيات دورا داعما وكبيرا يتمثل في توفير غطاء اقتصادي للطابور الخامس عن طريق رعاية البرامج التلفزيونية الكبرى وبرامج المسابقات والمواهب والدراما التركية وبرامج السخرية والتهكم عبر أفراد
تم صياغة وجدانهم إما بشكل مادي فهم عبدة للدولار وللجنيه، أو بشكل الانتماء والولاء الإيديولوجي الكامل. ابتدت بقى الشركات متعددة الجنسية عشان تخلق لنفسها مساحة للتوسع الكبير، ابتدت تلعب سياسة زي شركات الدفاع وشركات البترول في أوروبا وأمريكا. ما كانتش بتلعب هذا الدور قبل كده. ابتدينا نسمع عن شركات التكنولوجيا الحديثة ابتدت تخش سوق السياسة. الهدف انها تخلق اسواقها موجودة، لكن هي عايزة تتوسع. عشان تتوسع لازم تجهض الانتاجات الوطنية وتخلي الاسواق الوطنية الاخرى في حالة احتياج دائم للمنتجات التي تنتجها الشركات متعددة الجنسية. من هنا ابتدوا ينزلوا الى حلبة السياسة، وابتدوا يبقوا صانعي قرار مهمين، لانهم بيمولوا الحملات الرئاسية للدول العظمى، اوباما، هولاند، حتى كاميرون في انجلترا. ابتدت الشركات دي بتدعم الحملات الرئاسية من اجل تحقيق طموحاتها الاقتصادية. وهنا الخطورة لما الشركة تسيب دورها الاساسي اللي هو الترويج لمنتجاتها وتبتدي تخش في مجال السياسة، هنا بقى بتستخدم استخدامات اخرى. فيما تلعب الجوائز الدولية الكبرى دورا كبيرا في تلميع نجوم الطابور الخامس الحاملين لأفكار التغيير، لكن التغيير هنا يجيء على الطريقة الأمريكية الهادمة، مثل جائزة ساخاروف وجائزة نوبل في أحد أفرعها. في المحادثة دي مهمة جدا، كانت بين أحمد ماهر وبين محمد عادل وباسم فتحي. وكان باسم فتحي بيكلمه ان هو عارف ان منظمة الفريدم هاوس منظمة الهدف الاول ليها هي خلق جيل جديد، وده مشروع تحدثت عنه الولايات المتحدة الامريكية لخلق جيل جديد لا يكره امريكا ولا يكره اسرائيل ولا يعاديهم وينفذ ما يريده هذا الجيل. وكان يعلم باسم فتحي وهو احد القيادات في حركة 6 ابريل بطبيعة هذه المنظمة، وتحدث الى المهندس احمد ماهر وقال له انهم سيقومون بمساعدتنا في تغيير النظام، ولكنهم لديهم برنامج هو برنامج جيل جديد، وهو خلق جيل لا يعادي امريكا ولا يعادي اسرائيل وينفذ مخطط الولايات المتحدة الامريكية في الشرق الاوسط. في صور متواجدة لباسم فتحي ومحمد عادل وهم متواجدين في تدريبات بخصوص منظمة الفريدم هاوس خارج مصر، وفي صور متواجدة لأحمد صلاح وهو متواجد خارج مصر، وهم أعضاء حركة 6 ابريل لتلقي بعض التدريبات من خلال هذه المنظمة حتى يأتوا مرة أخرى هنا إلى مصر لإعطاء هذه التدريبات إلى كل الذين يريدون الانضمام لحركة 6 ابريل. سنجد تفسيرا نظريا لكل الأحداث التي عاشتها مصر في ال3 سنوات الأخيرة في كتاب جين شارب من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، والذي يثبت حجم المؤامرة وتاريخها على هذا الوطن. فمثلا استخدام إشعال الفتن الطائفية كما حدث في صول وأطفيح، استخدام الفتن التي تؤدي إلى الانفصال الإقليمي كحادث بورسعيد، استخدام بل خلق الأحداث التي تحض على العداء لجهاز الشرطة كأحداث محمد محمود ورئاسة الوزراء. وستقف الكثير من الإجابات عند هذا الرجل الذي يدعى وائل عادل، والذي قال آنذاك إن الثورة ستتحرك من ساكنة إلى متحركة بهدف رفع كلفة القمع على الدولة على كل المستويات. ولنعد إلى حركة 6 ابريل والتي أعلنت في وقت سابق انشقاقها على نفسها بعد افتضاح اتصالها وتنسيقها مع جماعة الإخوان الإرهابية. ترى ما حقيقة هذا الانفصال؟ ده طبعا نوع مصطنع وتمثيلية حصلت عندما ظن واعتقد أحمد ماهر أن حقيقة التمويل وحقيقة الشخص الخفي في كيان 6 ابريل أحمد صلاح هتتعرف،
فقام بابتداع هذه الألعوبة، وهي الانقسام إلى جبهتين، حتى إذا تلوثت جبهة 6 إبريل أحمد ماهر فتظهر جبهة أخرى إلى المواطن المصري وهي 6 إبريل الجبهة الديمقراطية. والدليل أن عمرو عز هو من قاد الانشقاق، هو وطارق الخولي في حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية. عمرو عز كان يعمل في نفس المركز الذي يكون أحمد ماهر هو المدير الإداري والمالي. إلى اللقاء مع الجزء الثامن، موعد مع النصر. المصريون يترقبون